وبدأت الحكاية لما حسام قرر يتخلص من عمه عشان يستولى على فلوسه، مع إنه كان الوريث الوحيد ليه، لكن الطمع والشيطان سيطروا على تفكيره. وبالفعل استعان ب3 من البلطجية اللي نجحوا إنهم يخلصوا على عمه بكل خسة وغدر، وكانوا مفكرين إن الدنيا ابتسمت ليهم وحياتهم اتغيرت. ده ايه؟ راجل خلص بقى. طويل مش عايز يموت ولا ايه؟ ده انا لو مكانه كان زماني مت من اول امبارح. ما ايه خلاص. طمن عليه كده يا عربي لحسن يكون مغمى عليه ولا حاجه. لا حليم بحلقه الله يرحمه. انت حسام من بره. عمك تاج انت. يلا حسام، يلا رجاله شوفوا الحاجه فين. استنى ايه؟ محدش يجي ناحية اي حاجة. انا عايز ابان طبيعية. طب يلا حس شوف الحاجه فين. يلا انا عارف مكان الدهب والفلوس. تعجبني يا معلم. يلا حس خف اخلص من شويه صعبانيات. يلا يبقى ترحم علي في الجنازه بكره. الله يرحمك يا خف عم. نفسك يا حس، خف نفسك. يلا رجاله جاي امسككم ثابته يا جدعان. معرفش. قول له هات عنك. هات امسك يا عمده. على السلامه. امسك. ايوه امسك عنك يا معلم. سايب. في حاجه تاني؟ لا بدور. خلاص انا هم دول انا عارف. مفيش حاجه حاجة في تاني. حاجه كده ولا كده؟ مفيش يا معلم. هنا مفيش. رجالة عشان محدش يحس حد بينا. يحس بينا. يلا الله يرحمه. لكن بعد ما مات القدر كان ليه رأي تاني. ايه ده؟ كل دي مجوهرات وذهب وفلوس مع عمك. ايه ده؟ هو كانوا يصرفوا في الاخر ولا ايه؟ سبحان الله عم عربي ولا كان باين عليه. حافي ماشي في الشارع، الجلابية من الشهر للشهر ما بيغيرهاش. ما هو كده يا صاحبي، في ناس لازم تموت عشان ناس ثانيه تعيش. اقول لك على حاجة يا سيد، انا حاسس ان احنا اتولدنا من اول وجديد، وان الدنيا بتضحك لنا، وان احنا هنعوض كل اللي فاتنا. معلوم. باقي في حياتك يا صاحبي. حياتك الباقية. الباقي في حياتك يا استاذ حسام. ايه يا عم حسام في ايه؟ حي يابا ابن الميت. والله ما كنتش عايز اعمل في عمي كده، بس هو اللي مقبت في الدنيا ماسك فيها بايديه واسنانه. ما كانش عايز يموت. يلا بقى الله يرحمه. خلاص بقى يا جدعان، احنا مش هنقلب في اللي فات. على حق. صلوا على النبي. احنا مش هنبص غير على اللي جاي. ونعم الكلام. طبعا احنا الاربعه تعبنا أوي وشقينا أوي. في الموضوع ده بالذات. يا لهوي. فالفلوس دي حق ربنا تتقسم علينا احنا الاربعه بالتساوي. لا إله إلا الله. لا يا معلم عربي، بس ده ما كانش اتفاقنا. انا اتفاقي ان انا هاخد النص وانتوا النص، واللي مات ده يبقى عمي، وكمان ما كانش له ولاد. يعني لو كان مات طبيعي كنت هورث فيها انا لوحدي. ده لو كان مات طبيعي يا عم حسام، ده احنا اللي لسه قاتلين. ده دفن عيلتك كلها يا عم حسام. ده مش بعيد كان يدفنك انت كمان. دي كلمة شكر اللي بتقولها لنا ان احنا خلصناك منه وريحناك. جماعه اللي اوله شرط اخره نور، وانا اتفقت معاكم على كده، ولا ايه يا عم سيد؟ حصل يا جدعان، الراجل ده بيتكلم في المظبوط، وانا اتفقت معاه على كده، وهو اللي خطط وهو اللي دبر كل حاجه، وانا جبتكوا عشان تاكلوا لقمه عيش،
فبعد اذن الناس ما تصغرونيش مع الراجل. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا يا ريس، انا النص وانتوا النص. ماشي ماشي يا استاذ حسام، ولا تزعل. ماشي يا رجاله، ده حتى الطمع يقل مجامع معلوم. واحنا رضينا. تسلم يا معلم. نجيب بقى دلوقتي كيسين نشربهم ونهدي اعصابنا ونروق عشان نعرف ندعي للمرحوم. ربنا يرحمه. الله يرحمك يا بيه. بقول لك يا استاذ حسام، عمر يا معلم. انا عايز اطلب منك خدمه عشان انت تعز عليا. تحت امرك يا معلم. عاوزك تسلم لي على المرحوم. صاحبي ايه ده يا عربي؟ ايه ده يا عربي؟ في ايه ده؟ اهدوا يا جماعه، اهدوا يا جماعه، الواحد ده طماع. تقوم تقتله؟ ملوش حل غير كده. افهموني بس يا جدعان، فهموني يا جدعان. الواد ده لو خد نص الفلوس احنا كان هيتبقى لنا ايه؟ الفرصه ما بتجيش للانسان غير مره واحده بس، فلو ما استغلناهاش احنا هنلبس في الحيط. اهدوا يا جدعان، اهدوا شويه. ايه يا عماد؟ يا عماد في ايه يا عماد؟ عقل ابن خالتك. سيد بص يا سيد، بص هو احنا اللي حصل ده ما كانش في نيتنا ان هو يحصل، بس هو حصل. احنا بقى نهدى كده ونشوف هنعمل ايه. اقعد كده تعالى يا عم سيد، اقعد الله يسيرك. اقعد يا عم عمرو. يا جدعان انا بأمنكم وبأمن نفسي. الواد ده خرع واحنا مش عارفين اللي هيتم في الموضوع، والواد ده طماع والطمع وحش وكان هيوقعنا معاه، فاحنا عايزين نهدى بقى ونعقل كده يا جدعان. الفلوس هتبقى على 3 بدل ما كانت على 4 والدنيا هتحلى معانا. اهدوا بس معايا كده، اهدوا بس معايا عشان نفهم ونشوف هنعمل ايه. لا ما كانتش على 4، ما هو كان هياخد النص لوحده والنص كان هيتقسم اديك علينا قلت إحنا بقى، التلاتة. انت في ايه؟ طب ولا انت خالتك؟ صلي على النبي كده يا سيد، صلي على النبي كده يا سيد، اهدى كده. اهدى انا عرفت اهدى بس يا صلي سيد. على النبي كده وركز معايا. اهدى يا سيد. بص يا صاحبي، صاحبك ده طماع من الاخر، واحنا لو ادينا له النص ما كانش هيتفضل لنا حاجه، احنا 3. عندنا مهما كان صاحبي وكلت في بيته عيش وملح. على العيش والملح اللي انت اكلته في بيتهم من فلوس عمه اللي احنا لسه اكلينه مع بعض. يا عم سيد ما تركز معانا كده. عم سيد ده هو خان اهله اساسا، هو مش قاتل عمه، هو اللي مخطط، هو اللي منفذ. هنيجي احنا نزعل عليه ونقول ده صاحبي لو كان مكانك يا زلمه قتلك. افهم بقى، احنا عايزينك تمسك قرش كويس، مش عايزين نيجي عليك. خلاص يا جدعان، اهم حاجه نوزع الفلوس ما بيننا، نوزع كل حاجه ما بيننا وتدوني نصيبي وكل واحد يروح لحاله، ومش عايز اعرفكم تاني. يا عم مش عايز تعرفنا ليه يا عم؟ ده احنا 3 مع بعض رايحين يا جايين. عم اهدى بس يا عم احمد، انت اهدى بس. انت بتفيدوا، احنا عارفين الدنيا، احنا مع بعضنا يا عم. ما احنا مش غرب عن بعض يا عم يا عربي. عم ماشي، هو اختار طريقه، ياخد حقه تلت ومتلت ويعيش حياته، ده حقه يا اخي. تمام، ماشي يا عربي، مفيش اي مشكله خالص، مفيش ماشي اي يا عم. مشكله خالص. احنا ال3 عشناها مع بعض بالطول والعرض. هو هيفرقنا بقى خلاص بقى، هو اللي اختار وهيفرقنا وربنا اللي يفرقنا. خلاص يا جدع في ايه؟ ربنا يصلح لكم حالكم وربنا يصلح لي حالي بعيد عنكم. تمام يا عم، واحنا وفقنا. فين يا ابن خالتي؟ اتغلط علينا كده ليه يا ابن خالتي؟ في ايه؟ خلاص يا جدعان، هما ما يشوفوهمش وهما بيسرقوا، هيشوفوهم وهما بيقسموا. اهدوا بقى، اهدى بس يا عم، ده فهمني. ما احنا هنروح من بعض فين يا عم عربي؟ يرضيك يقول كده؟ لا، الموضوع ده مش هينفع غير لو شربنا حاجة وهدينا وفكرنا بالعقل وركزنا، عشان احنا كده العصبية دي مش هتوصلنا لنتيجة. اهدى بقى يا عم عماد، اهدى بقى يا عم عماد. انا الحاجه الوحيده اللي هتهديني ان اخد حقي ونصيبي. وهتاخد حقك، بس انا عايزك تهدى عشان وانت خارج محدش يشك فيك، وانا هجيب لك حاجة تهديك. تمام؟ وانا هذا انا عارف عماد وعارف اللي بيني وبينه. امين يا عمده، انا هجيب حاجه من خالتك تهديه. انا صاحبي
مش عايزك تزعل مننا. الواد ده ما كانش هيسيبنا في حالنا وكان هيودينا في داهيه، وانا عارف ان انت بتحبه وعشان كده مش هخليك تفارقه. اهدى يا عماد، اهدى وفهم. لا مش هقتلك انت كمان. اما ليه هتجيب خالص يا عمري؟ اهدى بقى اهدى بقى اهدى بقى خالص وفهمني. هقول لك ايه؟ هتقول لي ايه تاني؟ هقول لك ايه؟ ده احنا مع بعض كل مره عمرنا ما عملنا كده. طب افهمني. هقول لك ايه؟ كل مره كانت سرقه بالسلام، ولو مسكنا كان فيها سنه ولا سنتين ولا ثلاثه مش هتفرق، وكنا نخرج. المره دي سرقه وقتل، يعني فيها حبل المشنقه. فاهدى معايا يا ابن خالتي عشان ايه؟ نعرف نفكر هنخرج من الموضوع ده ازاي. احمد بيحب حسام، ما بيحبكش انت، وانت اللي ابن خالته، فما كانش هيسيبنا في حالنا. انت ما شفتش اسلوبه كان عامل ازاي؟ فاهدى خلينا نخلص من الجثتين دول ونقسم الفلوس بينا ونعيش الحياه اللي بنحلم بيها. ايه يا عماد في ايه؟ هو انا هنسيك الذل اللي انت شفته ولا المرمطه اللي انت شفتها؟ ما انت شفت الذل والمرمطه، لازم اعوضك، لازم تتعوض. الفلوس دي ما كانش بكل الاشكال تنفع اللي على اتنين. هتعيشنا دنيا محدش عاشها، هنخرج بره مصر وهنعمل اللي ما عملناش في حياتنا. اهدى يا صاحبي، اهدى 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 كده وروق. اهدى اهدى بس وروق. تعالى اقعد بس، اقعد يا عمده، اقعد يا راجل. يا راجل انت، هو انا افكرك يا راجل؟ انت كنت بتتلقح في السنه في السجن، كان يجي يزورك ولا يبص عليك؟ ابن خالتي يا عربي، ابن خالتي يا عربي، كان يجي يزورك ولا يبص عليك؟ انت خالتك قبل كده بلغت عنك في اعمال والدم اللي عمرنا ما خدتنا فيها يا عربي. ما علينا، اللي حصل والغدر يا عربي، اللي حصل. اهدى بقى يا عم، اهدى بقى كده وروق عشان نشوف هنعمل ايه. الصبر الصبر، انا عارف دماغك كبيره. من الاخر كده يا عمده، انت لازم تحصلهم عشان انا هزعل لو حد شاركني في الفلوس دي. بس السلاح اللي في ايدي مش هينفع اخلص عليك بيه، تلاقيك خدت حذرك مني. انا خابزك وحجمك كويس، بس ما تخافش، عندي الحل. انت جايب حبة سم جوه للفار، تستاهل بقك يا صاحبي. لا بقى يا صاحبي، انا عايزك تهدى، مش عايزك تسرح في الفلوس وجمالها ولا الدهب وجماله. الدهب والفلوس دي هنعيش بيها احلى ايام حياتنا اللي جايه ان شاء الله. لا سرحنا في الدهب ولا في الفلوس يا عم عربي، انا سرحان في دول. هنوديهم فين وهنخلص منهم ازاي؟ في ايه يا عمده؟ قلبك بقى خفيف ليه كده؟ ايه يا صاحبي في ايه؟ مش هنعرف نخلص منهم؟ اي توك توك هنديله شوالين يوديهم في الجبل وخلاص خلصت الليله يا عمده. انت متوتر يا صاحبي، انت متوتر، وانا هقوم اعمل لك حاجه تهديك. ما لكش حل غير كده. اهدى بقى، احنا عشنا بالطول والعرض الايام السوداء، فاحنا عايزين نعيش الايام الجايه بالنعيم والرضا. هقوم اعمل لك حاجه تشربها وتهدى، وانا هقول لك هنتخلص من الجثتين دول ازاي. وقف، حط السلاح يا عربي. عيب عليك يا صاحبي. حط السلاح يا عربي، ما انت كنت قايم تعمل لهم حاجه يشربوها. حط السلاح يا عربي. مش معاك انت يا صاحبي، بس حط السلاح يا عربي. يا سلام، قطع السلاح. ادي السلاح اهو، عشان تعرف ان انا رقبت في دليل. احلى كاسين هتشربهم وهيروقوك وهيروقوا اعصابك وهيخلوا حياتنا
فل الفل، بس انا عايزك تهدى معايا. والسلاح راح فين؟ والسلاح راح فين يا عمده؟ السلاح فين؟ ما هو عملت معانا يا عماد. انت اللي بدأتها يا عربي. ما كانش في نيتي كل ده يحصل، ولا كان في دماغي ان انتوا هتقابلوا رب كريم، بس ربك اراد ان كل ده يبقى بتاعي انا، واعيش حياتي من اول وجديد. كنت طماع اوي يا عربي، بس احلى حاجه عملتها قبل ما تموت كاس الحلو ده، عشان اعرف كده هخلص منكوا ازاي. تخلص منهم ازاي يا عمر؟ انا واقع في الشقة، يبقوا التلاتة مع بعض ولا حاجة هتبان. هي دي بوبة الغاز وشوية بنزين وولع فيها.